بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات. إلا راكي تحوسي على لي غالات يجوا مقرمشين ويذوبوا في الفم، نقول لك هاد الوصفة ليك. هاد النوع تاع لي غالات ولا الكروكي كي تحطوه في قهوة حليب راهو رايح يذوب لكم، يعني يجي يذوب في الفم. يعني نفس العجينة تقدروا تخدموا بها لي غالات، تخدموا بها لي كروكي. شوفوا كيفاش يجوا دايرين هاد لي كروكي. واش نقول لكم يا البنات، بنه على بنه. اللي حابه تجرب الوصفه نقول لك جربيها وعينيك مغمضين. وصفة بزاف 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 بنينة، يعني البنة نتاعها مخالفة يا البنات. نحتاجو ل3 حبات نتاوع البيض. أنا البيض تاعي راهو بدرجة حرارة المطبخ، ونزيدو نحطو عليهم قرصة من الملح. دوك تشوفوها معايا. ونحط عليهم كأس إلا ربع من السكر العادي. واللي حبت دير السكر الناعم تقدر دير السكر الناعم، سورتو اللي ما تقدرش يعني تضرب بزاف راح يزيد يجيكم خير وخير. نخلط جيدا. انا يا البنات ما نكذبش عليكم، عندي يدي يعني يدي يوجعوني بزاف، ما نقدرش نطول هكايا وانا نخلط. وليت جبت الباتور تاعي وضربته شويه، يعني ماشي شرط يضاعف الحجم نتاعو، ولا حاجه المهمه لازم يذوب السكر، هذا ما كان. بعد ما ذاب السكر تاعي نحكم هنايا 2 ملاعق كبار من العسيله، نحطهم هنايا. هاد العسيله حطيت لكم هذاك الاحمرار اللي كنتوا تشوفوا فيه، واللون الشباب اللي شفتوه لداخل الكروكي، وكانه يعني اللي يتبع برا ولا احسن. نخلط المكونات حتى هذاك العسيله تتخلط مليح مع البيض والسكر بهذا الشكل. ومن جهة واحدة أخرى حكمت كمية من المارغرين ذوبتها، لكن ما ذوبتهاش 100%، مانيش حبتها تكون سخونة. يعني الحاجة اللي نشرتها عليكم في هذه الوصفة ما لازمش تكون المارغرين تاعكم سخونة. إذا ذوبتوها مليح خلوها حتى تبرد، من بعد روحوا تخدموا بها. لو كان تكون المارغرين تاعكم سخونه وتحطوا عليها البيكربونات راهي رايحه تولي لكم شغل كل الخبز. يعني اللي قالت تاعكم ما يجوش مقرمشين، يجوكم شغل كل خبز. هنا شوفوا المارغرين تاعي عادي جدا، فيها قطع طريه عادي جدا. دوك نخلطوها مع ذاك البيض والسكر راهي رايحه يعني تولي ما تبانش نهائيا. شوفوا معايا، عندي نص كاس من المارغرين الذايبه وبارده، حطيت عليها نص كاس من الزيت، ونحط الخليط هدايا على البيض والسكر. وانا نحرك نهبط كامل واش كاين، ونخلط جيدا حتى يولي معايا المكونات كامل منسجمه مع بعضياتها. ضروري هنا نخلطو مليح مليح. من بعد نجيب هنايا لافاني. درت هنايا لافاني هذه تاع بات بخو تعطيني ريحه بزاف بزاف هايله. واللي ما عندهاش دير لافاني اللي عندك متوفره عادي جدا. ونكمل نخلط جيدا. من بعد نجي ونحط عليه هنايا 2 ملاعق من النشا المايزينا، ونكمل نجمع العجين نتاعي بالفارينه. وقبل من ذاك راني رايحه نحط عليها ملعقه صغيره من البيكربونات، يعني هذه نحركوا بها قهوه حليب. وملعقه صغيره تكون مملوءه جيدا من خميره الحلويات، يعني الملعقه تاع البيكربونات ديروها معمره ممسوحه تقريبا ممسوحه. اما الملعقه نتاع قهوه نتاع عفوا خميره الحلويات لازم تكون مملوءه جيدا حوالي 8 غرام. ونكمل نجمع العجينه نتاعي حتى نتحصلوا على عجين اللي هو طري ونهائيا ماهوش يابس. تاني احيانا البنات يعني يكتبوا لي يقول لك بلي العجينه خرجت لي الزيت وكامل. هذيك البنات كي تبالغوا في العجن، وثاني كي تنشفوا بزاف العجينه. واحيانا كيكونوا المكونات بالك سخونين سورتو في فصل الصيف. هادو هما الاسباب اللي يخلوا العجينه تخرج الزيت. يعني الا كنتوا في فصل الصيف من الاحسن حتى الزيت دخلوها للثلاجه تبرد. وهنايا كما راكم تشوفوا فتحت العجينه تاعي بسمك يعني متوسط، ما ديروهاش خشينه كاع بزاف بزاف، ونهائيا ماشي رقيقه. ونطبعها بهذا القطاعه. الحجم نتاعها يكون نوعا ما كبير ماشي تاع الصابلي هكذايا، يعني هذه نقطعوا بها لي بيني وكاع.
يعني كنت نطم العجين هذا تاعي اللي بقى لي ونزيد له عجين شويه جديد، وكنت نفتح حتى عمرت السنيوه كامل تاعي. وانا في هذه الوصفه حبيت العجين نقسمه على اثنين، النص ندير له كروكي والنص نديرو ليغالات. جبت صفار حبه نتاع البيض وحطيت عليها ملعقه كبيره من الماء ولا من الحليب، وحطيت عليها شويه تاع نيسكافي. وانتم تقدروا مباشره تحطوا ملعقه كبيره من القهوه تكون طيبه وتخلطوها مع هذاك صفار البيض وتدهنوا الوجه نتاع ليغالات تاعكم هكا من هذا الشكل. اللي ما عندهاش يعني تقدر يعني دير شويه نتاع حليب وشويه تاع كاكاو وصفار البيض، يعني ما تكتروش الكاكاو، غير شويه، وتدهنوا ليغالات تاعكم وزينتهم بهذا الشكل. يعني كنت كل ثلاثه كيفاش نزينهم كيما تحبوا زينوهم من الفوق، ما كاين حتى مشكله. من بعد ندخلهم في فرن يكون مسخن من قبل على 200 درجة. كي ندخلهم راني رايحة نقسلو، نخليهم يطيبوا على 170. سورتو الفرن تاعها يعني سخون بزاف، من الأحسن طيبوهم على 170 درجة باسكو يحمروا بالخف، فيهم العسيلة، هذيك العسيلة حتخليهم يحمروا بالخف. اللي حبتهم يعني مقرمشين تاع الصح، مقرمشين كيما نقولوا كيما لي غاطو اللي يتباعوا برا، راكي رايحة يعني طيبيهم على 170. كي يحمروا لي من الأطراف نهبط السلوى كامل تحتها ونشعل عليهم من الفوق هكا باش يحمر لي كامل، وما تسرحوش للنار من الفوق، يعني نقصوا لها وخلوه يحمر في غرضه حتى يحمر لكم كامل. هذه العجينه اللي بقات لي درتها كروكي كما راكم تشوفوا لهنايا، يعني ماشي بقات لي العجينه، يعني انا في الاول قسمت العجينه على اثنين، نص قلت لكم درتها لي غالات ونص درتها لي كروكي. وشوفوا الله يبارك معايا هذيك النتيجه، يعني صدقوني البنه اللي كاينه في هذه لي غالات مع هذا الكروكي على بالي راهي رايحه تعجبكم بالبزاف. والكروكي بعد ما خرجته من الفرن وهو سخون ضروري جدا انه نقطعوه هكايا باش ما يتفتتناش بزاف هكذايا. وراكم الحين تحصلوا على اروع كروكي، واللي يحبوا الكروكي مقرمش بالبزاف تقدروا يعني فليكوتي تعاودوا تحطوه في السنيوه وتشعلوا له من التحت، يعني تحمروه من التحت على ليكوتي وتعاودوا تقلبوه باش تحمروه على ليكوتي للزوج. وهنايا بعد ما وجدت معايا الحلوه تاعي حطيتها في هذا البورت مونجي هكذايا، وهذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلت عليها. راكم الحين تحصلوا على اروع قالات واروع كروكي بنفس العجينه، وانتم تختاروا يعني كي تجربوا الوصفه اللي عجبتكم تولوا ديروها. يعني صدقوني روعة 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 في الدار، يعني في الدار هبلوا عليه. أمنوني درتو يعني يومين على يومين وانا ندير فيه، يعني يوم ويوم من الغدوة هذاك تعاودتو تعلموا عجب بزاف ولادي وداري كامل عجبهم. صدقوني اروع الوصفات اللي ممكن تحضروهم نتاع الحلويات الجافة. وكما تقدروا هاد الوصفة تحضروها للعيد، يعني للعيد ديروا لي كروكي ولا ديروا هاد لي غالات تتقهووا بهم مع صباح قهوة حليب. صدقوني ما كاين خير. واش نقول لكم في الاخير، شوفوا معايا الوصفه من الداخل كيفاش تجي دايره. هذا يجي قمه القرمشه والبنه، وكي تحطوه في قهوه حليب راهو رايح يتشرب معاكم. شوفوا كيفاش يعني المسامات مفتوحه من الداخل. ومش نحكي لكم تانيك على هذاك الكروكي، هذاك الكروكي تانيك كما يقولوا يدوب في الفم، تحسوا بالقرمشه اللي كاينه على برا والطراوه اللي كاينه من الداخل، راكم رايحين تحبوه بالبزاف. والخفه تاعو يعني تقول ما راكم رافدين في يديكم. شوفوا الله يبارك، وهذاك اللون ما شاء الله، اللون تحصلنا عليه من العسيله ومن البيكربونات. نقول لكم جربوا الوصفه عينيكم غامضين. سلام.